الفنت بتاعك روح يمين، هتفتح معاك مساحه الدخول والاختراق بين واحد واثنين. وفعلا نجح ان هو يبعت عمر الوكيل ويفتح المساحه ويحصل على الرميه الجزائيه. كاستيلو في مواجهه هنداوي ويحرز كاستيلو الهدف ال20 مشاهدينا. يمكن الزملاء بس في الاعداد يا ريت لو البروي وصوت الملعب مش واصل عشان يعني التفاعل اللي احنا حاسينه من الجمهور. ومعاها كانت تصويبه من عبد الرحمن فيصل تخترق. شكرا لزملائنا في الاعداد. وفعلا ادي اهو صوت جمهور النادي الاهلي وزائره، وادي محسن رمضان والتصويبه. حسن شايفين مشاهدينا الكرام يمكن شايط من على ال5 متر دلوقتي، ونزل سيسا في الجناح الشمال واسلام حسن في صانع لعب وتغيير مراكز ما بين علي زين واسلام حسن والخط الخلفي، واسلام والاختراق واسلام والمهارات واسلام والحركات، ومعاها الهدف ال22. اسلام حسن كابتن وقائد وصانع العاب النادي الاهلي بيحرز الهدف ال22. مشاهدي قناه النادي الاهلي وعشاق كره واحده. باقي تمريرتين، ادي واحده. ومحسن رمضان بينتهز فرصه الهدوء النسبي في دفاعات الزملكاويه ويحرز على يمين على شمال كريم هنداوي، وصول لشباكه. وسيسا بيقطع الكوره ويروح فاست بريك سريع ويحط الهدف ال24 مشاهدينا الكرام. وفاول ورميه حره لصالح النادي الاهلي. نلعب في اول الدقيقه 28 مشاهدينا الكرام، يعني تبقي حوالي 3 دقائق الا 10 ثواني كده على نهايه المباراه. وادي جمهور النادي الاهلي على طول. سيسا تقاطعات، خيري يطلب ويغير لكن بالسلبي. رمضان مضمونه في الشباك الزملكاويه الهدف ال26. صحصح تاني بقى رمضان واحرز هدفين متتاليين. وحسن وليد بيحاول يمرر الكوره للجناح لكن تطلع الكوره بره رميه جانب لصالح النادي الاهلي. ويمسك الكوره تاني عبد الرحمن طه وعلى مهله تاني دقيقتين. النادي الاهلي بقى في اسفل سيسا بيغير مراكز وتقاطعات. خيري لعادل والتصويبه الجميله. 20 مشاهدي النادي الاهلي وقناه الاهلي في كل مكان. 27 الاهلي 23 الزمالك. دقيقه 29 يعني متبقي دقيقه و34 ثانيه، دقيقه ونص تقريبا. وادي امينه عاطف كابتن النادي الاهلي لفريق السيدات والمحترفه الكونغوليه معاها ايضا بيشجعوا وبيأثروا فرقتهم من المدرجات استعدادا ايضا للمشاركه في كأس الكؤوس الافريقيه للسيدات. وادي جمهور النادي الاهلي سامعينه. مهند مجدي عضو مجلس اداره النادي الاهلي والاستاذ طارق قنديل. وهنستأنف اللقاء مع حضراتكم. استأنفنا اللقاء بعد نهايه التايم اوت. تاني حسن وليد للوكا يوصل الكره للجناح. طه بنجاح، لوكا من الجناح وطه بنجاح يتصدى لعمر الوكيل بكار باقتدار. عبد الرحمن طه طلع وقفل ومنع وتصدى ومنع الكرة من الوصول للشباك الأهلاوية. بيرد على كل الأهلاوية بيقول لهم
إذا كان حميد مصاب فأنا موجود. رمضان تصويبة من الثبات بالرغم انها كانت مضمونة، لكن بره الملعب ترتطم بالقائم، وادي طالع عبد الرحمن فيصل حاول يدافع على احمد الاحمر، وبيطالب احمد الاحمر بايقاف دقيقتين او عقوبة على الدفاعات الاهلاوية، وتضع الكورة يلمها وحسن قداح ويحرز الهدف ال24 اللي خلاص نقدر نقول دلوقتي مبروك النادي الاهلي اللقب الثالث في تاريخه. وادي سيسا وهيروح ويصوب ودفاع من حماسة وصفارة وفاول ورمية حرة. بيؤكد النادي الاهلي تفوقه على نادي الزمالك هذا الموسم، ومعاها صافرة نهاية احداث الشوط الثاني والمباراة. مشاهدينا الكرام، مشاهدي النادي الاهلي في كل مكان، مبروك النادي الاهلي الحصول على كأس السوبر الافريقي للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه. شكرا رجالة النادي الاهلي. التأهل إلى السوبر جلوب و